السلام عليكم. لو انت عندك محتوى كويس وخدمة كويسة او تدريب كويس، بس ما عندكش طريق واضح يربط ما بين المحتوى والخدمة، هتلاقي الجمهور بتاعك واقف مش عارف ياخد الخطوة اللي بعد كده. هتلاقي الجمهور واقف عمال يتفرج ويتفاعل مستمتع بالمحتوى، بس مش عارف ايه الخطوة اللي المفروض يعملها بعد كده عشان يكمل حل للمشكلة بتاعته، او ان هو كمان يشتري منك. الفجوة دي اسمها، أو الطريق ده اسمه رحلة العميل. ده بيبقى مسار بياخد العميل من المحتوى لحد الخدمة. طب ازاي بيعمل الموضوع ده؟ إن شاء الله ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. رحلة العميل من الحاجات الأساسية اللي بتسهل عليك إنك يبقى عندك بيزنس قابل للتنبؤ، مش بيزنس قايم على الصدفة. أول حاجة خلينا نعرف هي إيه هي رحلة العميل أصلا. رحلة العميل هو مسار أو طريق بياخد الشخص من إن هو يبقى واعي بالمشكلة، أو من الوعي بيك أنت كحل المشكلة بتاعته، لغاية مرحلة الشراء. الفكرة هنا إنك أنت بتصمم الخطوات دي عشان تبني بيزنس زي ما قلنا قابل للتنبؤ. خطوات مترتبة، كل واحدة بتتبني على التانية، كل واحدة بتبني ثقة أكتر. كل واحدة منهم بتشتغل بتعمل شغلها في الجزئية بتاعتها عشان تنقل العميل في كل مرحلة بسلاسة أكبر للمرحلة اللي بعدها لحد ما يشتري مننا. هي دي رحلة العميل، بناخد الشخص من إن هو يبقى واعي بالمشكلة لحد ما يشتري مننا. طب إيه السبب الرئيسي إن إحنا بنعمل رحلة العميل؟ الفكرة إن إحنا لما بنيجي نعتمد على الword of mouth أو بنعتمد على الreferrals، الناس تجيب لنا، أو البوستات بتاعت السوشيال ميديا، ده كده اسمه مصدر غير مستقر أو غير قابل للتنبؤ. الفكرة في رحلة العميل إن هي بتبني بيزنس ما بيعتمدش على الصدفة، هو سيستم بيشتغل بتشغله من ورا الكواليس، بيبدأ ياخد العميل دي في مراحل، بيسهل عليك إنك أنت تشوفه بيتمشى قدامك في المراحل دي من غير ما أنت تتدخل. هي دي فايدة رحلة العميل، وهو ده فايدة السيستم اللي بيشغل رحلة العميل. لو جينا بصينا ايه هي المراحل بتاعة الرحلة دي، هنلاقي عندنا أول حاجة الوعي، بعد كده الاهتمام، بعد كده الرغبة واتخاذ الإجراء، وبعد كده النيرتشرنج أو تنمية العلاقة مع العميل. كل المراحل دي بنتحرك فيها مع العميل عشان نبدأ إن احنا نبني ثقة أكتر ونخليه يقرب لقرار الشراء. بعد ما يشتري مننا مش عايزينه يقف في مكانه، لا احنا عايزين نكمل معاه ونعمل عملية تنمية للعلاقة اللي ما بيننا وما بينه، او عملية نيرتشرنج، بحيث ان هو دايما يبقى شايفنا احنا الحل الافضل في السوق للمشكلة اللي هو بيدور على الحل ليها. مهم جدا ان احنا نبقى عارفين المراحل دي، ودي اسمها الفانل. هي دي الفانل بتاعة الخدمات. لو جينا بصينا على اي فانل تانية هنلاقي في النهاية ان هنا الاكشن اللي هو اخر حاجة لاتخاذ الاجراء، بس لا احنا عندنا هنا عشان احنا محتاجين العميل ده، ممكن ما في موضوع اتخاذ الاجراء ممكن ياخد حاجة اجراء بسيط زي ان هو يسجل في قائمة بريدية، يشتري مننا حاجة صغيرة. لا احنا عايزين يشتري مننا الخدمة بتاعتنا، فبالتالي مهم جدا ان احنا يبقى عندنا جزئية النيرتشرنج عشان نبدأ ان احنا نغذيه ونثقفه اكتر واكتر. لو جينا فهمنا في الأول العميل بتاعنا، يعني هو العميل بتاعنا لازم يبقى واضح احنا بنساعد مين، احنا الجمهور بتاعنا مين اللي احنا المشكلة بتاعته احنا بنحلها. بنبص بقى على التحديات والأهداف والإحباطات، النتائج اللي هو عايزها. كل ده بيمثل الاي سي بي بتاعك أو العميل المثالي بتاعك. بعد ما عرفت العميل خلاص، الجمهور بقى واضح بالنسبة لي، ببتدي إن أنا أعمل أوفر محترم يعرض قيمة الحل بتاع المشكلة اللي بيعاني منها الجمهور. هنا إحنا مش عايزين نبيع وقت، إحنا عايزين نبيع قيمة ونتيجة. لازم نركز على النتيجة. ليه؟ لأن إحنا عايزين العميل يبص للعرض على إن هو حاجة تكون كبيرة، مش حاجة يقدر يقارنك بيها مع أي حد تاني. فبالتالي الأوفر بتاعنا لازم يكون أوفر لا يقاوم، بيركز على النتيجة مش على عدد جلسات أو على عدد محاضرات أو على حضور أونلاين أو حضور أوفلاين. لازم يكون بيركز على نتيجة، مش بيركز أنت بتقدم إيه. لازم طبعا تدعم كلامك بإثباتات، قصص نجاح، شهادات، دراسات حالات. كل الحاجات دي بتزود قيمة العرض أو بتخلي العميل يبقى يثق فيك أكتر. ودي تعتبر أول حاجة في القمع بتاع المبيعات بتاعتنا. إحنا هنا بنبدأ نفهم العميل ونبدأ نعرض له قيمة، نعمل له فيها أوفر كويس، وبعد كده نبدأ ننتقل للمراحل اللي بعدها. بعد ما خلاص بقى عرفنا العميل وابتدينا إن إحنا عملنا له أوفر قوي يحل له مشكلته، نبدأ إن إحنا نديله حاجات كده بحيث إن هي تخليه يقرب مننا أكتر أو يمشي معانا في الرحلة أكتر.
من الأدوات اللي بتخلّيه يمشي معانا الlead magnets والnurturing أو الfollow up. إزاي الكلام ده؟ أول حاجة الlead magnets دي بتبقى عبارة عن حاجات بتقدّمها في المجان مقابل إن أنت بتاخد الإيميل بتاعه عشان تقدر بعد كده تعمل عملية الfollow up. الحاجات المجانية دي طبعًا تكون حاجة بتحل مشكلة، ما تكونش حاجة أي كلام، ما تكونش حاجة معمولة بالAI، حاجة ما لهاش أي لازمة، لازم تكون حاجة بتحل مشكلة حقيقية، زي مثلًا إنك تعمل له webinar، تعمل له ورشة عمل، تدّي له ملف يقدر إن هو يعمل فيه حساباته، تدّي له تقييم للbusiness بتاعه، لازم تبقى محدد أكتر، أنت فاهم المشكلة، عارف الحل، فبتبدأ تدّي له حل مبسّط بحيث إن هو يقرّب منك في الشراء أكتر. تاني حاجة بعد كده باعمل معاه follow up، أنا خدت منه الإيميل، بابدأ إن أنا أعمل له بقى أبعت له محتوى، أبدأ أبعت له إيميلات فيها بقى قصص للعملا، تبدأ تزوّد الثقة قبل ما أبدأ معاه في المكالمة، يعني أبقى أبعت له قيمة، أبعت له نصايح، أبعت له قصص نجاح، كل الحاجات دي بتجهّزه إن هو لمّا ييجي يخش معايا أو أدعوه للمكالمة يبقى جاهز وواثق فيّا قبل ما أتكلم معاه مباشرةً. بعد ما خلاص بقى عملنا معاه الدخلة اللي هي بتاعة الدخلة المجانية أو الدخلة المدفوعة بمبلغ بسيط، وبعد كده عملنا معاه عملية الfollow up، نبدأ بعد كده إن إحنا نخش معاه في مكالمة. بعد ما عملنا معاه الfollow up إحنا دعيناه إن هو يخش يتكلم معانا، لازم بنعمل عملية اسمها عملية فلترة، بنفلتر العملا قبل المكالمة عشان نتأكد إن الناس اللي داخلين علينا دول جادين ومعاهم فلوس وجاهزين وهم فعلًا عملائنا، لإن هم ردوا على الأسئلة اللي إحنا بعتناها لهم. الفكرة هنا إن ده لو مش عميلك مش هيرد على الأسئلة، هو أنت عايز تتأكد إنك أنت هتضيّع وقتك أو هتضيّع الساعة اللي هتخش تتكلم معاه، هتكون مع حد جاد وجاهز للشرا. المكالمة دي بيبقى الهدف منها إنك أنت تسمع تحديات الشخص، ما تبقاش تقعد أنت كل شوية تتكلم وتعرض حلول، لأ أنت لازم تسمع وتفهم هو إيه مشكلته والتحديات اللي بيواجهها. لو الشخص بقى ده لسه مش جاهز بعد ما عملت له عملية الفلترة، كلمته، لازم ترجع تتابع معاه لإن في النهاية هو أبدى اهتمام بالbusiness بتاعك. فنقطة المكالمة دي بتبقى نقطة التحول، هو بعد ما وثق فيك عن طريق الfollow up أو عن طريق الlead magnet أو عن طريق أي حاجة في المراحل اللي إحنا اتكلمنا فيها، بتبدأ بعد كده إنك أنت تودّيه للمكالمة عشان تقنعه أكتر بالنسبة الباقية عشان تبيع له على طول. طبعًا بعد المكالمة بيبقى الموضوع خلاص إن هو جاهز للشرا، ولو مش جاهز للشرا دلوقتي ممكن عادي نعمل معاه follow up، لإن في النهاية الfollow up ده زي ما قُلنا هو النهاية بتاعة الfunnel بتاعتنا، إحنا مش هنحرّكه من الجزئية دي، هو خلاص هو already دخل معانا في القُمع لحد ما وصل لنهاية القُمع، بالتالي اللي بيخرج من القُمع ده بيبقى عميل اشترى مننا، لو ما خرجش بيبقى في نهاية المطاف اللي هو الnurturing أو الاحتفاظ أو التنشئة، كل ده بحيث إن هو نبدأ إن إحنا نقعد نبعت له بقى في إيميلات، نبعت له في ورش عمل جديدة، الحاجات دي كلها بتساعد إن هو يفضل شايفك، فتبدأ الثقة تزيد أكتر وأكتر. طبعًا لازم تورّي له برضه زي ما قُلنا إثباتات إن كلامك صح. في هنا عندنا أخطاء شائعة بتظهر في الoffer بتاعنا، بتظهر في الmessaging بتاعتنا، بتظهر في الfollow up، بنبدأ إن إحنا نعقّد الأمور زيادة. كل الحاجات دي سواء كانت الرسالة مش واضحة أو الاستهداف مش واضح أو المتابعة مش واضحة برضه أو ضعيفة، كل ده بيفشل الفريق. أنت لازم تبقى واخد بالك من الأجزاء دي كلها لأن دي أساسيات بتحرك العميل في مراحل الفانل، فاحنا مش عايزين ولا واحدة منهم تقع مننا، بالذات موضوع المتابعة، عشان كل ما المتابعة كانت أفضل كل ما العميل اتحرك داخل الفانل أسهل. التراست أو الثقة هي الأساس، وإحنا بنعمل الموضوع ده زي ما قُلنا عن طريق إن إحنا مجرد ما العميل بندّي له محتوى وبنثقّفه وبنعرّفه المشكلة وبنعرّفه حلولها، ثقته بتزيد بينا أو فينا، وبالتالي برضه لمّا نيجي نبعت له follow up بقى، قصص نجاح، إثباتات، دراسات حالات، الكلام ده كله بيوصّل الثقة لدرجة كبيرة جدًا، بالذات لمّا يكون زي ما قُلنا في testimonials عشان تخلّي العميل يبقى يثق فينا أكتر، فإحنا الtrust أو الثقة مهمة جدًا في الشغل بتاعنا في الخدمات أو في التدريب، بحيث إن هي تبقى هي العامل الأساسي اللي بتوصّل العميل إن هو يقرّب لمراحل الشراء أكتر. وآخر حاجة بقى اللي هي الautomation أو الأتمتة. الفكرة هنا في الأتمتة إن إحنا مش عايزين كل شوية نخش نبعت للناس رسايل، عادي إحنا ممكن نستخدم أدوات تساعدنا إن إحنا نعمل الموضوع ده بطريقة أوتوماتيك، مش كل واحد يتواصل معانا إن إحنا نخش نبعت رسايل نرد عليه، لأ إحنا عندنا سيستم شغال زي ما قُلنا في الأول، سيستم بياخد العميل من المرحلة الأولى لحد المرحلة الأخيرة، ويبدأ شغال معاه في المرحلة الأخيرة لحد ما يخلّيه يشتري، حتى لو بعد سنين. هي دي فكرة الأتمتة مع الfollow up.
طبعا الفكرة إن إحنا هنا عايزين نركز وقتنا أكتر في خدمة العملاء الحاليين، ما نهلكش وقتنا في الرد بقى على رسائل، في متابعة عملاء. حتى لو إحنا عندنا تيم، بس يبقى عندنا تيم جاهز إن هو يركز على حاجات الأهم، يركز على الشغل اللي بيجيب لنا عملاء ويساعد العملاء الموجودين الحاليين. فبالتالي لازم يكون عندنا أتمتة عشان تمشي العميل أوتوماتيك من غير تدخل مننا. في النهاية بقى احنا عايزين نبني سيستم يخرجنا من حتة الصدفة لحتة ان احنا يبقى عندنا نظام بنمشي عليه، بحيث ان احنا حتى لو بنعمل محتوى كتير، بنعمل كونتنت يكون سواء مدفوع او مجاني، كمان بنشتغل للعملاء بتاعتنا. فبالتالي احنا ما عندناش وقت، احنا عندنا عايزين سيستم يمشينا ويحركنا اسهل من ان احنا كل حاجة نعملها بنفسنا. فاحنا مش عايزين شغل اكتر، احنا عايزين سيستم ياخد الموضوع من الصدفة للنظام. اول حاجه زي ما قلنا احنا بنفهم الجمهور بتاعنا، نفهم مشكلته، مشكله محدده ليها حل محدد، واحنا بنبدا نتعامل مع الجمهور ده على الاساس ده، نبقى فاهمينه وفاهمين مشكلته فين، فبنعرف ان احنا نتكلم معاه في المحتوى سواء كان مجاني او مدفوع. بعد كده بلاقي نقطة دخول أخش بيها للعميل، سواء كان التسجيل في قائمة بريدية عشان هياخد ويبينار أو هياخد ورشة عمل أو أي حاجة مجانية تكون ذات قيمة، دي تبقى نقطة دخول للبزنس بتاعنا. بعد كده ببدأ إن أنا أعمل الفولو أب عشان أبدأ أغذيه بالمحتوى، أخلي في علاقة أكبر ما بيني، أخلق علاقة عاطفية سواء كانت في القصص أو كانت في قصص العملاء أو في النتائج أو الكلام ده كله عشان الثقة تزيد. بعد كده طبعا بعد ما وصلنا لموضوع الثقة بنبدأ إن إحنا ندعوه ونزقه على إن هو يجي يتكلم معانا، فبالتالي نعمل عملية تحويل بقى من إن واحد كان غريب عننا لواحد ممكن هيشتغل معانا وبعد كده هو يساعدنا في ان هو حتى يروج لنا للبزنس بتاعنا. الفكره هنا ان الورد اوف ماوث هتبقى كويسه، بس مع سيستم شغال هتبقى افضل وافضل وافضل. مهم جدا ان احنا نبقى واخدين بالنا من موضوع المراحل دي، وان احنا نعدي العميل في مرحله مرحله ونديله المحتوى المناسب لكل مرحله، وده عشان يكون عندنا سيستم يحولنا زي ما قلنا من ان احنا مستنيين يا رب ان هي تيجي البيعه، لان احنا هنعمل كام بيعه لما ندفع كام اعلانات ولما نعمل قد ايه محتوى، نبقى في عندنا بيزنس زي ما قلنا قابل للتنبؤ. طبعا لو احتجت اي حاجه بخصوص السيستم او انك انت محتاج اي خدمه عموما في اي حاجه، تقدر تحجز معايا مكالمه استشاريه من خلال اللينك اسفل الفيديو. ان شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وسبسكرايب للقناه. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.